السلام عليكم دكاترة المستقبل، معاكم أيمن عبد الله، والنهارده معادنا مع مراجعة ليلة الامتحان لصف الثاني الثانوي. بداية احنا عندنا الأحياء بنقسمها جسم الكائن الحي إلى أجهزة، والأجهزة بتتكون من أعضاء، والأعضاء من أنسجة، والأنسجة من خلايا، والخلايا عضيات ثم جزيئات ثم ذرات. الكلام ده احنا عارفينه من أولى ثانوي عام. بالنسبة للترم الأول عندنا مقسمينه 3 فصول: الفصل الأول، الفصل الثاني، الفصل الثالث. الفصل الأول بنسميه التغذية. التغذية معناها إن الكائن الحي بيحصل على غذائه إزاي؟ إحنا عندنا مثالين من الكائنات الحية شغالين فيها في تانية ثانوي عام وتالتة ثانوي عام، وهو الإنسان والنبات. الإنسان سهل جدا، احنا عندنا نحصل على الغذاء بتاعنا عن طريق ان احنا بندخل جوه الجهاز الهضمي بتاعنا مواد كيميائيه معقده زي مثلا النشا، ويبدا الجهاز ده يفتفت لي الجزيئات بتاعه الاكل المعقده ديت لجزيئات ابسط وهي الجلوكوز، ثم عن طريق اوعيه دمويه ننقلها من الجهاز الهضمي الى الجهاز الدوري. كده احنا هنسيب الفصل الاول اللي هو التغذيه وهنخش على الفصل الثاني اللي اسمه النقل. جوه الفصل الثاني هندرس القلب والاوعيه الدمويه. بالنسبه للنبات الامر مختلف شويه، احنا بندخل مركبات كيميائيه اصغر زي H2O ومركبات تانية اللي هي زي الاملاح ومركب زي ثاني اكسيد الكربون، ونبدا نجمعهم مع بعض في الورقة علشان نكون الجلوكوز. إذا عندنا هنا عملية تكسير عشان نحصل على الجلوكوز، هنا عندنا عملية بناء عشان نحصل على الجلوكوز. في الإنسان في النبات فهنسميه تحت الفصل الأولاني اللي هو التغذية. عشان أنقل المية والملح محتاج مواسير زي الخشب، ومحتاج أنقل الجلوكوز من الورق لجميع أجزاء النبات هحتاج مواسير زي اللحاء. هنا هننقل من الفصل الاول اللي هو التغذيه للفصل الثاني اللي هو النقل. يبقى احنا عندنا تغذيه في النبات، تغذيه في النبات، تغذيه في الانسان، وكذلك نقل في النبات، نقل في الانسان. طيب هنيجي بقى للفصل الثالث، هو ان احنا ازاي نحصل على الاكسجين. عندنا هنا جهاز تنفسي ناخد من خلال الاكسجين نودي برضو على الجهاز الدوري اللي هو النقل، وعندنا هنا الورق واماكن تانية اخرى هتحصل منها على الاكسجين او ثاني اكسيد الكربون نديها للاوعيه، وبعد ما نوصلها للاوعيه هنوصلها للخلايا. نفس النظام هنا هنوصلها للخلايا. يبقى انت وصلت للخلايا الماده اللي احنا اتغذينا بيها ومعاها كمان اكسجين. كذلك في النبات عندنا الماده اللي اتغذينا بيها والاكسجين. بعد ما اتغذينا ووصلنا الجلوكوز والاكسجين للخلايا هنبدا نعمل حاجه اسمها اكسده. في الفصل الثالث هنعمل حاجه اسمها اكسده اللي هي ازاي استفاد من الاكل، ازاي استفاد من الاكل. فهنقول على الفصل الثالث فصل اسمه تنفس خلوي. طيب كده احنا بنقول ان احنا عندنا 3 فصول: فصل اول، فصل ثاني، فصل ثالث في النبات وفي الانسان. هنبدا ناخد كل جزئيه من دول: جزئيه التغذيه، جزئيه النقل، جزئيه التنفس الخلوي، في حلقات منفصله وهنراجعهم فيديو وهنراجع عليهم اسئله. ما حضرتك تخش على الفيديوهات هتلاقي كل فيديو فيهم شرح عنوان معين فيهم. يلا بينا نخش في التفاصيل. عندنا هنا زي ما اتفقنا هنشتغل اول حاجه امتصاص الميه والملح. عشان نشتغل امتصاص الميه والملح لازم نفهم تركيب. تعالى نرجع هنا كده. الميه والملح هنضطر ندخلهم من التربه الى النبات. عندنا هنا كده الطبقة الخلايا اللي موجودة في الأول بنسميها بشرة. احنا هناخد خلية واحدة منهم ونكبرها علشان تمتص المية والملح. انت بقى عايز تمتص المية والملح من خلال الخلية دي، فهتضطر تعمل امتداد من الخلية دي عشان الامتصاص يبقى كتير. ده بنسميه في الأحياء زيادة مساحة السطح. يعني مدينا الحتة دي عشان نعمل حاجة اسمها شعيرة جذرية. يبقى المسؤول عن عملية امتصاص المية والملح تركيب اسمه البشرة. فين بالظبط في البشرة؟ حتة اسمها الشعيرة الجذرية. طيب تعالوا كده نبص على الخلية. خلية زي أي خلية زي ما اتعلمنا في أولى ثانوي عام، هيكون جواها نواة، هيكون جواها سائل اسمه سيتوبلازم، وجواه الشكل الأحمر ده بنسميه فجوة. الفجوة بيبقى جواها مية زائد ملح بنسميها عصارة. ممكن ما يكونش فيها ملح، ممكن يكون فيها سكر، المهم ان يكون جواها محلول معين. طيب عايزين نكتب بقية البيانات. قلنا ده كده اسمه نواة، والخط الازرق ده اسمه غشاء بلازمي، والخط ده اسمه جدار خلوي.
ده كده باختصار تركيب الشعيرة الجذرية. مطلوب من الشعيرة الجذرية ديت حاجتين. الحاجة الأولانية أن تمتص المية والملح، الحاجة الثانية أن هي تعمل عملية تثبيت النبات. ركز معايا كده يا دكتور، احنا قلنا ان احنا هنعمل امتصاص مية وملح. هناخد المية لوحدها نشوف طرق الامتصاص بتاعتها، وهناخد الملح لوحده نشوف طرق الامتصاص بتاعته. كده الدنيا قشطات تماما، بس احنا محتاجين نعرف معلومة صغيرة قبل ما نخش في التفاصيل. طيب الفجوة دي جواها مية وملح، احنا ممكن ناخد من التربة مية بس، وممكن ناخد من التربة ملح بس. هنا الثلاثة دول هيشرحوا لنا ازاي ندخل مية، الثلاثة دول هيشرحوا لنا ازاي ندخل الملح. تعالوا نخش هنا كده. في الثلاث خطوات دول انا هشرح لك ان لو مثلا النبات عنده بره في التربة مية كتير وجوه مية قليل، ده وضع النبات لو حابب يشرب فيه هيشرب ميه من بره لجوه. طيب بالنسبه يا دكتور لو الميه بره شبه متساويه مع الميه جوه، هل الطريقه الفيزيائيه اللي هندخل بيها الميه هنا نفس الطريقه الفيزيائيه اللي هنا؟ لا. تعال نشوف هنا كده. هنا الوضع صعب شويه، الميه قليله وجوه الميه كتيره. هل النبات في الوضعيه دي زي الوضعيه دي زي الوضعيه دي؟ طبعا لا. فمحتاجين ان احنا نعمل طريقه فيزيائيه هنا مختلفه عن الطريقه الفيزيائيه هنا، مختلفه عن الطريقه الفيزيائيه هنا. الطريقه الفيزيائيه اللي هندخل بيها الميه هنا بنسميها انتشار. ركز يا دكتور، عرف الانتشار. الانتشار قلنا هو انتقال الجزيئات من تركيز عالي لتركيز قليل. بص كده، الميه عالي، هنا الميه قليل، يبقى من كتير لقليل. طيب تعالى هنا، هل الميه مساويه مع الميه ولا هنا اكتر ولا هنا اكتر؟ لا، الميه مساويه مع الميه. خلاص الخاصيه ديت باختصار سريع هنسميها نفاذيه. خش على الوضع الاخير ده. الوضع الاخير ده انا بسميه وضع صعب، ولما يكون الوضع صعب بنحتاج واسطه. الواسطه هنا اللي هنستعين بيها جزيئات كيميائيه موجوده على الجدار بتاع الخليه، بنسمي الواسطة دي جزيئات غروية. فالجزيئات الغروية عندها القدرة انها تشد المية وتقربها للشعيرة الجذرية، وبالتالي تخش جوه النبات. الخاصية دهيت هنسميها خاصية تشرب. نلخص الموضوع ونركز كده قشطات. عندنا المية نمتصها بالانتشار او بالنفاذية او بالتشرب، طبقا لايه يا دكتور؟ طبقا حضرتك لتركيز المية بره وجوه النبات. طيب مين يا دكتور فيهم الوضع صعب؟ الوضع الاخير ده اللي هو اسمه التشرب، عشان تركيز الميه من قليل لكتير. طب مين فيهم سهل؟ الخاصيه اللي فوق. طبعا في فكره رابعه هنا نشرحها بس بعد ما نيجي نشرح الملح. بص كده معايا على الملح. لو الملح موجود بره كتير وجوه قليل، نفس الوضعيه دي. طبعا احنا مش بنتكلم على كل الاملاح، احنا بنتكلم على بعض الايونات زي مثلا الصوديوم او البوتاسيوم. يعني مثال، هنا في صوديوم كتير، هنا في صوديوم قليل. كتير لقليل ندخل بيه يا دكتور. فكر معايا كده يا وحش، هتلاقي حضرتك هندخل من كتير لقليل شبه دي بالظبط، يبقى خاصيه الانتشار. انت كده ممتاز، يبقى هندخل بالانتشار. عرف الانتشار انتقال الجزيئات من كتير لقليل. فين الجزيئات يا دكتور؟ ممكن هنا ملح او ممكن هنا ميه. طب تعالى نشوف الوضع الثاني. لو ايون الملح ده متساوي بره عن جوه، هيكون في هنا بوابه مخصصه انها تاخد الايون الفلاني تدخله من جوه لبره. الخاصيه دي بقى عايزين نديلها اسم، هنسميها نفاذيه. زي اللي فوق يا دكتور؟ زي اللي فوق، بس هنضيف لها كلمه نفاذيه اختياريه، علشان هي البوابه الفلانيه لما تفتح هتدخل العنصر الفلاني، والبوابه العلانيه لما تفتح تدخل العنصر العلاني. اخر وضعيه حضرتك متوقعها طبعا ان يكون بره الايون قليل وجوه الايون كتير. الوضع ده سهل ولا صعب يا دكتور؟ صعب، علشان نفس الفكرة بالظبط عندنا هنا. الوضع صعب، وحضرتك يا دكتور لما يكون الوضع صعب بنعمل ايه؟ بنجيب واسطة. الواسطة هنا ما هتكونش نفس الواسطة هنا، لأن الجزيئات الغروية عندها القدرة إنها تشرب مية. هنا مش هنختار جزيئات غروية، هنا هنشغل بوابة بواسطة العضلات، مش عضلات طبعا، حاجة اسمها طاقة هتشد الأيون من بره تجبره على إنه يخش في وسط الزحمة جوه. ساعتها هنسمي الخاصية دي خاصية نقل نشط. تعالوا نختصر الكلام.
حضرتك عندك هنا من كتير قليل، عندك من كتير قليل، انتشار انتشار. دكتور عندك من هنا متساوي، هنا متساوي، نسميه نفاذية، نسميه نفاذية. بقينا الوضع الصعب هنا، الوضع الصعب هنا هنسميه تشرب، هنسميه نقل نشط. مين هو الوسيط هنا؟ هنا الغروي. مين الوسيط هنا؟ هنا الاي تي بي، هنسميه تشرب، هنسميه نقل نشط. كده احنا شرحنا ازاي الميه تخش، ازاي الملح يخش. تعال بقى شوف الطريقه الجميله ديت، ودي اخر حاجه نشرحها في العنوان ده، وبعد كده نخش على البناء الضوئي. احنا عندنا هنا مثلا شعيره جذريه، والشعيره الجذريه دي عندها ايونات ملح كتير جوه، وبره في ايونات قليله. قول لي يا وحش، الملح ده ينفع يخش جوه؟ ايوه يا دكتور، بأنهي خاصيه؟ بخاصيه النقل النشط. طيب انا مش عايز ادخل الملح ده جوه، بس تركيز الملح العالي جوه دهوت عمل لي زحمه جوه، فممكن يعمل مشكله جوه الخليه. عندك حل ليها؟ نمسك الايونات دي نرميها بره؟ لا مش هينفع، علشان احنا محتاجين الايونات دي جوه. طيب احنا بقينا بين نارين دلوقتي، نسيب الايونات وتعمل مشكله في الخليه، ولا نتخلص من الايونات والنبات عايزها؟ لا نعرف نعمل ده ولا نعرف نعمل ده، هنضطر ان احنا ندخل ميه علشان تخف الملوحه اللي جوه. نسال سؤال هنا، انا حركت ملح من بره لجوه؟ لا. حركت ملح من جوه لبره؟ لا. طيب انا دخلت ميه من بره لجوه، طب هل النبات محتاج ميه ولا هو دخلها علشان يفرق تركيز الاملاح؟ دخلها عشان يفرق تركيز الاملاح. ساعتها الفكره دهيت مش هتبقى انتشار ولا نفاذيه ولا تشرب ولا كذلك اللي تحت. انت هنا دخلت ميه عشان تخف ملوحه الملح اللي جوه. الخاصيه دي هنسميها اسموزيه. بس انا لو طلبت منك انك انت تحط الاسموزيه في واحده من الثلاثه اللي فوق او واحده من الثلاثه اللي تحت، هل هي بتدخل يا دكتور ميه ولا بتدخل ملح؟ بتدخل ميه طبعا. طالما بتدخل ميه بتحطها مع اللي فوق. اذا كام خاصيه فوق محتاجين تدخل بيها الميه؟ انتشار، نفاذيه، تشرب، اسموزيه. قول لي هدف الاسموزيه ايه؟ هدفها انها تدخل ميه ولا هدفها انها توزن الملح؟ لا، هدفها انها توزن الملح. معنى كده يا دكتور ان احنا لو عندنا الشعيره الجذريه فيها شويه ميه وبره في ملح كتير، الميه هتخش ولا هتطلع؟ هتطلع يا دكتور. معنى كده ان الاسموزيه ينفع تطلع ميه وينفع تدخل ميه؟ بس هي هدفها حركة المية ولا هدفها توزن الملح؟ هدفها توزن الملح. تعالى يا باشا اسألك سؤال على الاسموزية لازم يجي زيه في الامتحان. حضرتك يجي يقول لك ان في شعيرة جذرية، في بره محلول وجوه في محلول، يعني ميه وملح، ميه وملح. حضرتك باختصار المحلول ده 5% والمحلول ده 10%. هروح للراجل بتاع الكيمياء اقول له يعني ايه 5%؟ يقول لي يعني شويه 5 ملح و95 ميه، وهنا 10 ملح و90% ميه. اذا مين فيهم الاكتر ملح؟ الرقم الكبير ده معناه اكتر ملح او اكتر سكر. قول لي يا وحش، بالاسموزيه الميه تخش ولا الميه تخرج؟ فكر كده. الميه هتدخل. احفظها او افهمها. عايز تحفظها دايما الميه بتروح عند الرقم الكبير، سواء كان الرقم الكبير جوه او بره. عايز تفهمها، الرقم ده رقم الملح مش الميه، والرقم ده رقم الملح مش الميه. مين فيهم تركيز اعلى او مين فيهم تركيز ملح اكتر؟ ال10%. اذا احنا محتاجين نودي ميه عند التركيز الاعلى عشان نخف ملوحته، كده يبقى الميه تخش. طيب بما ان بقى الميه تخش، الخليه تنتفخ ولا تنكمش؟ تنتفخ. لازم يجي لك سؤال على الحته دي في الامتحان. طيب تعالى نعكس الايه. انا بقول لك يا وحش ركز معايا كده في السؤال ده. انا بقول لك ان التربه مليانه ملح 20%، وجوه الشعيره الجذريه في 3%. الميه تخرج ولا تدخل؟ ركز، حفظتها لك وفهمتها لك. الميه بتروح عند الرقم الكبير. احفظ يا دكتور. يبقى نعمل كده، يبقى الميه خرجت من جوه النبات لبره النبات، يبقى الخليه دي تنتفخ ولا تنكمش؟ تنكمش. شكرا يا وحش، شكرا يا بطل. احنا كده خلصنا العنوان بتاع امتصاص الميه والملح، جواه التركيب وازاي بننقل الميه، ازاي بنمتص الميه، ازاي بنمتص الملح. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنخش على العنوان الثاني، عمليه البناء الضوئي. ركز معايا يا وحش، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير وتكمل معايا. يلا بينا يا دكاتره نخش على العنوان الثاني.
احنا زي ما احنا قلنا احنا شغالين تغذية في النبات، قسمناها عنوانين، عنوان امتصاص المية والملح، العنوان الثاني البناء الضوئي. انا عودتك دايما وتعود معايا يا دكتور في تانية ثانوي عام ثالثة ثانوي عام، سواء كان الجزء النبات او جزء الانسان، بندرس حاجة اسمها التركيب وحاجة اسمها الوظيفة. فعملية البناء الضوئي هندرس تركيب مين يا دكتور؟ تركيب الورقة وتركيب البلاستيدة. انا شارح لك باختصار عشان تاخد الفولة اللي في الموضوع. تعالى كده نشوف. عشان ندرس البناء الضوئي هندرس المكان اللي فيه بلاستيدات. المكان اللي فيه بلاستيدات ممكن يكون الورقة، ممكن يكون الساق، ممكن يكون الاثنين، لكن الاشهر الورقة. لو انت قطعت الورقة قطاع بالعرض وبصيت عليه هتلاقي فيه معلومات مهمة محتاجينها في الورقة. اولا احنا عندنا حاجة اسمها بشرة، البشرة دي بيخش من خلالها الضوء، هيلاقي تحتيه على طول خلايا، الخلايا المطولة دي بنسميها عمادي. تحت العمادي خلايا بعيدة عن بعض بنسميها خلايا أسفنجية. تحت الخلايا الأسفنجية بنلاقي فتحة بنسميها ثغرة عشان يدخل ويخرج منها الغازات وكذلك بخار المية. عندنا ماسورة هنا بنسميها خشب، وعندنا ماسورة تانية بنسميها لحاء. تعالوا سريعا كده نقول كل واحدة من دول وظيفتها ايه. اهم حاجه من دول تهمنا في عنوان النهارده هي العمادي والاسفنج. اشمعنى يا دكتور؟ علشان انت عندك البتاع اللي اسمها البلاستيده اللي بيتم فيها عمليه البناء الضوئي اللي هو عنوان الدرس موجود في العمادي والاسفنجي. طيب الخلايا دي محتاجه ايه؟ محتاجه ميه وملح. هنضطر نعرف ان وظيفه الخشب هي انها تمد الخلايا ديت بالميه والملح. طيب الخلايا دي لما تكون الجلوكوز عايزين نوصله لكل اجزاء الجسم، فهنبعته للحاجه اللي اسمها لحاء. كده احنا عرفنا اللحاء وظيفته نقل الجلوكوز او نقل الغذاء عامه. وعندنا الميه والملح وظيفتها نقل الخشب، وظيفته نقل ميه وملح الى الخلايا العموديه والاسفنجيه. طب الخلايا العموديه والاسفنجيه بتعمل ايه؟ فيها البلاستيده اللي بتعمل عمليه البناء الضوئي. طيب البشره بقى، البشره بتحمي الطبقه اللي فوق وبتحمي الطبقه اللي تحت. طيب الثغره يا دكتور، الثغره يا دكتور بتدخل غاز ثاني اكسيد الكربون علشان يتم عمليه البناء الضوئي داخل الخلايا. السؤال ليك بيقول ان الخلايا العموديه والخلايا الاسفنجيه وظيفتها ايه؟ هيتم فيها عمليه البناء الضوئي اللي هو عنوان الدرس. طيب مين العلماء اللي اشتغلوا معانا وفهمونا عمليه البناء الضوئي؟ عندك يا باشا فان نيل، عندك جامعه كاليفورنيا، عندك بلاكمان، وعندك ميلفين كيلفين. احنا هنهتم جدا بالدكتور ده والدكتور ده لان هم دول يدونا التفاصيل بتاع المعادله. خلي بالك يا شطور ويا شطوره، خلي بالكم يا شطاطير. احنا لما يجي يسالني عن ايه هي معادله البناء الضوئي، الموضوع بسيط جدا، خدناه من ايام ابتدائي، ان احنا معانا ميه ومعانا ثاني اكسيد الكربون ومعانا جلوكوز، يدينا جلوكوز ويدينا ميه ويدينا اكسجين. مين اللي قال لنا المعادله ديت؟ الاستاذ اللي اسمه فان نيل. بس قبل ما فان نيل يدينا المعادله بتاعه النبات ادانا معادله ثانيه بتاعه حاجه اسمها البكتيريا. اسالك سؤال، المعادله دي بتاعه ايه؟ هتقول لي البكتيريا. والمعادله دي بتاعه ايه؟ نبات. احنا يهمنا ايه؟ احنا يهمنا المعادله بتاعت النبات. طب هو ليه ادانا المعادله بتاعت البكتيريا؟ عشان بس يقول لنا معلومه بسيطه جدا، ان البكتيريا بدات بالاتش 2 اس ولكن النبات بيبدا بمين؟ اتش 2 او. فان نيل بيقول ان بكتيريا الكبريت بتمسك الاتش ده بواسطه الضوء، بتكسره لحاجتين، هيدروجين وكبريت. مش عايزين الكبريت، احنا هناخد الهيدروجين اللي هو الاتش على شويه سيهات على شويه اوهات علشان يدينا سي 6 اتش 12 او 6 اللي هو هدف الفصل كله اللي هو التغذيه. بعد ما قال لي تفاصيل المعادله ديت راح قال لي ايه؟ ان النبات بيعمل زي البكتيريا بالظبط، بس بدل ما يبدا ب اتش 2 اس بيبدا ب اتش 2 او. يعني هيعمل ايه يا دكتور؟ يعني هيكسر ال اتش 2 او الى هيدروجين واكسجين. محتاجين الاكسجين ولا الهيدروجين؟ احنا محتاجين الهيدروجين ده، يبقى نلغي الاكسجين ده وناخد الهيدروجين ده على ثاني اكسيد الكربون، نفس النظام اللي فوق عشان نعمل الجلوكوز اللي هو هدف الدرس. بص على المعادلتين دول. انا طالب تانية ثانوي عام، استفاد ايه من المعادلتين دول؟ استفاد ان الاتنين عبارة عن عملية بناء ضوئي.
يعني ده ميه ثاني اكسيد الكربون، هنا كبريتيد الهيدروجين ثاني اكسيد الكربون. عملنا جزيء اكبر، عملنا جزيء اكبر، بناء باستخدام الضوء فبنسميه بناء ضوئي، استخدام الضوء بنسميه بناء ضوئي. طيب هنا مين مصدر الهيدروجين اللي موجود في الجلوكوز؟ ال H2S. هنا مصدر الهيدروجين اللي موجود في الجلوكوز ال H2O. طب مصدر السي ثاني اكسيد الكربون، مصدر السي ثاني اكسيد الكربون. يبقى المعادله دي زي المعادله دي 100%، ولكن الاختلاف الوحيد هو مصدر الهيدروجين، مصدر الهيدروجين. طيب فانيل هستفاد منه انا طالب تانية ثانوي عام هي المعادله دي، بس مفيش معادله في الكيمياء الا لما نوزنها. تعالى كده نوزن ال H2O، هتلاقي حضرتك هنا 12، هنا 6، هنا 6، هنا 6. هستفاد ايه يا دكتور من الوزن؟ هستفاد ان انا ممكن اجي اسالك سؤال اقول لك علشان تعمل جزيء واحد من الجلوكوز محتاج كام جزيء ثاني اكسيد الكربون؟ ركز يا دكتور، ركز يا دكتوره، محتاج 6 ثاني اكسيد الكربون. جميل جدا. جالنا دور العلماء بتاع جامعه كاليفورنيا بيبصوا على المعادله بتاعت فانيل، بيقولوا له يا فانيل انت بتقول لنا في شرحك ده كله ومعناه ان الاكسجين ده جاي من الميه دي، مش جاي من ثاني اكسيد الكربون. والدليل انك انت قلت ان انت مش عايز الهيدروجين ده، مش عايز الاكسجين ده اللي طالع من الميه، وبالتالي هو اللي خرج بره هنا. يعني انت يا دكتور فانيل بتقول ان الاكسجين المتصاعد من البناء الضوئي خارج من الماء، وبتأكد كمان بتقول لي وليس ثاني اكسيد الكربون. مين اللي بيقول الكلام ده؟ علماء كاليفورنيا بيقولوا انك انت بتقول ان الاكسجين ده جاي من الميه دي. جميل. طيب الدليل، معاك دليل يثبت الكلام ده؟ احنا بقى هنعمل الدليل. لو احنا جبنا ميه مثلا فيها اكسجين مشع 18، وجبنا ثاني اكسيد الكربون فيها اكسجين عادي 16، وبنبص على المنتج بتاعنا ولقينا ده 16 وده 16 وده 18، يلا يا شطاطير قول لي، طالما انت شايف ده كده 18 يبقى شبه مين عندنا في المتفاعلات؟ شبه ده. تمام دكتور انا ما فهمتش، هشرح لك تاني. الجماعه بتاع كاليفورنيا شكوا في الراجل ده في كلامه، فعملوا تجربه، جابوا ميه فيها اكسجين مشع وجابوا ثاني اكسيد الكربون فيها اكسجين عادي، وبصوا على الاكسجينات اللي طالعه معانا في الثلاث نواتج، لقوا ان الاكسجين المتصاعد اللي فانيل قال عليه ان هو جاي من الميه ليه 18 زي الميه. يعني احنا اثبتنا كلام فانيل ولا ما اثبتناهوش؟ لا اثبتناه. وكمان الدليل الثاني ان انا لو عكست خليت ده 18 وخليت ده 16 هتلاقي ان ده طلع 18 وده طلع 18 وده 16. هسألك سؤال يا دكتور، قول لي الاكسجين ده جاي منين؟ جاي من الميه. هنحلف عشان نثبت كلام فانيل ان الاكسجين جاي من الميه وليس ثاني اكسيد الكربون، يعني بنثبت كلام فانيل. دكتور انا مالي، انا طالب تانية ثانوي عام، انا مالي، انا مطلوب مني ان انا اعرف المعادله. عرفتها؟ مطلوب منك انك انت تعرف ان الاكسجين اللي طالع بره جاي منين. مين اللي قال لك المعادله؟ فانيل. مين اللي اكد لك موضوع الاكسجين؟ جامعه كاليفورنيا. جميل جدا. مطلوب منك دلوقتي انك انت تمسك المعادله دي وتقسمها خطوتين وتقول لي مكانها فين في البلاستيده. ده دور مين بقى؟ بلاك مان. عشان كده قلنا فانيل مهم جدا عشان اداني المعادله، بلاك مان مهم جدا عشان يقول لي المعادله فين. بس قبل ما نخش على كلام بلاك مان تعالى نعرف الاول تركيب البلاستيده. البلاستيده سهله جدا، غشائين بره وفي هنا كده فراغ او سائل بنسميه ست روما، وعندنا شويه اقراص بنسمي كل الاقراص مع بعض جرانه. موجود جوه الجرانه ماده كيميائيه خضراء باللاتيني معناها كلورو، وفيل معناها صبغه يبقى كلوروفيل. اذا البتاعه اللي اسمها قرص ده، الحته دي بتدينا خضار للبلاستيده كلها وكذلك للورقه، فبتخلي النبات كله اخضر. شويه الاقراص دول كلهم مع بعض بنسميهم مين؟ بنسميهم جرانه. طيب
الستروما، لا ده الفراغ او السائل اللي حوالين الجرانه. تعالوا بقى نقول بلاك مان قال لنا ايه. بلاك مان مسك المعادله بتاع فان نيل وقال انا هقسمها سنه سنه كده مع بعض. ازاي؟ قال اول حاجه ان الكلوروفيل هياخد الضوء، ركز معايا انا بتكلم على الجرانه. بلاك مان قال ان في منطقه الجرانه هناخد الضوء نديه للكلوروفيل، الكلوروفيل هيدينا طاقه، والميه لما تدخل الطاقه دي هتكسر الميه الى هيدروجين واكسجين. الاكسجين يخرج بره النبات والهيدروجين يروح عند الستروما. لحظه يا دكتور، هي ايه الاضافه؟ ايه الاضافه اللي ضافها بلاك مان؟ طب ما هو فان نيل قال لنا نفس الكلام، قال لنا ان الميه تتكسر الى هيدروجين واكسجين والاكسجين يطلع بره والهيدروجين يروح يتفاعل مع ثاني الكربون. لا ضاف لي وقال لي ان الضوء لازم يبقى موجود عشان الخطوه دي تتم. ده رقم واحد. رقم اتنين ان هو حدد لي المكان. الراجل ده لا قال الضوء لازم للخطوه دي ولا قال المكان اللي هو الجرانه. شكرا يا بلاك مان، انت حددت عامل مؤثر وحددت كمان المكان. كم يا بلاك مان، عايز استفاد منك. بلاك مان قال ايه؟ قال ان الهيدروجين ده هنوديه لثاني اكسيد الكربون في الستروما. معنى كده ان ثاني اكسيد الكربون هيخش الستروما والهيدروجين هيجي يتحد معاه. في مشكله صغيره هنا، ان الهيدروجين لما يجي يطلق الاكسجين عشان يروح يتجوز ثاني اكسيد الكربون بيرجع يتجوز الاكسجين تاني، يعني ما بيسيبش الاكسجين، يفضل يتطلق ثم يتجوز، يتطلق ثم يتجوز، يعني مش هينفع يروح يتحد مع ده. طب الحل ايه يا دكتور؟ هنجيب مأذون نخليه ياخد الهيدروجين بعد ما يطلقه بالاكسجين ويوديه لثاني اكسيد الكربون. يبقى حضرتك هسألك سؤال، هو اللي بيروح لثاني اكسيد الكربون هل هو هيدروجين بس ولا مأذون ومعاه هيدروجين؟ مأذون ومعاه هيدروجين. اسم المأذون ايه بقى؟ ناد بي. سؤال، ما وظيفة الناد بي؟ الناد بي يحمل الهيدروجين بعد ما ينفصل عن الاكسجين الى ثاني اكسيد الكربون. جميل جدا. قول لي بقى، لما شوية ثاني اكسيد الكربون على شوية هيدروجين يتحدوا مع بعض، مش كده هنكون المركب ده؟ صح يا دكتور، C6 H12 O6 ومعاهم كمان H2O. جميل. هسألك سؤال ورد عليا. ايه اللي حصل في الجرانة؟ الضوء دخل، كسرنا المية، طلعنا هيدروجين. ايه اللي حصل في الستروما؟ خدنا الهيدروجين من الجرانة ضفناه على ثاني اكسيد الكربون في الستروما، ادانا الجلوكوز زائد المية. كده خلص الكلام. بلاك مان ايه الاضافه بتاعته؟ انه حدد المكان، حدد الخطوه، وضاف لي المعلومه بتاعه المأذون، وقال لي كمان ان الخطوه ديت مش محتاجه ضوء وان الخطوه دي محتاجه ضوء. بما ان هي محتاجه ضوء اذا انا هسميها تفاعلات ضوئيه، اللي هي كسر الميه تفاعلات ضوئيه. بما ان التفاعل ده مش محتاج ضوء فانا هسميه تفاعلات لا ضوئيه. يعني مش محتاجه ضوء يا دكتور؟ يعني تتم في الضوء؟ ايوه. تتم في عدم وجود الضوء؟ ايوه. يعني مش فارق معاها الضوء. طيب امال فارق معاها ايه؟ فارق معاها ان لازم يكون في انزيمات. خلي بالك انا قلت لك في الجزء اللي فات ان الانزيمات ده محتاج مين؟ محتاج ملح. يبقى نكتب هنا ان لازم الملح يدخل الجلوكوز يا شطور، لازم الملح يدخل البلاستيدة يا شطور علشان الانزيمات. اتعلمت حضرتك في اولى ثانوي عام ان مفيش انزيم يشتغل الا لما يكون في حرارة. جميل جدا جدا جدا. اذا التفاعلات اللي هنسميها تفاعلات ضوئية، تفاعلات بتحصل في الجرانة، هنا بنسميها تفاعلات لا ضوئية، نسميها تفاعلات انزيمية، نسميها تفاعلات حرارية. هنا لازم يخش الملح، هنا لازم يخش ثاني اكسيد الكربون، هنا لازم يخش الضوء، لازم يخش المية، يطلع لي اكسجين، يطلع لي هيدروجين. طيب في خطوة أخيرة عشان نتمم الموضوع واللي قال لي عليها برضو بلاك مان، إن الطاقة دي لما يكون فيها زيادة
بنديها للمركب اللي اسمه ADP يتحول إلى مركب ATP. الحتة دي بنشرحها بتفاصيل أكتر في الفصل الثالث اللي هو أكسدة الجلوكوز. هناخد بقى ال ATP ده كطاقة نستعملها في تكوين الروابط ديت. طيب اقف بقى الحتة دي عشان هي مهمة جدا. هنقسم الشرح ده جزئين. جزء بيحصل عندنا في الجرانة، جزء بيحصل عندنا في الستروما. ايه اللي بيحصل في الجرانة؟ تفاعلات ضوئية. ايه اللي بيحصل في الستروما؟ تفاعلات لا ضوئية. ايه اللي بيدخل الجرانة؟ ضوء ومية. ايه اللي بيطلع من الجرانة؟ اكسجين وهيدروجين محمول على النات بي و ATP. طيب ايه اللي بيدخل الستروما؟ بيدخل ملح، حرارة، وثاني اكسيد الكربون من بره، ولكن بيدخل لنا من ناحيه الجرانه ATP ونات بي اتش 2. طيب لما تتحد او لما يتم الاتحاد ما بين الهيدروجين وثاني اكسيد الكربون بيدينا مركب اسمه جلوكوز وميه، بس مش هتعرف تعمل الروابط الا لما يكون في ATP. طب مين اللي يمسك الحاجات دي ويربطها مع بعض؟ الانزيمات. مش هتشتغل الا لما يكون في املاح وكمان في مين؟ حراره. مين اللي وضح كل المعلومات دهيت؟ الراجل اللي اسمه بلاك مان. مشكور يا بلاك مان. بس احنا بلاك مان شاكين عندك شك بسيط بس، اللي هو شاكين في الحته دي، هل فعلا ثاني اكسيد الكربون بيخش يتم اتحاده بالهيدروجين ولا لا؟ ده اللي قال عليه مين بقى؟ ميلفين كلفن. اذا ده التاني معلومه وده شك فيها، ده التاني معلومه وده شك فيها. تعال نشوف بقى ده هيعمل ايه بمنتهى البساطه. هيجيب لنا طحلب ويحط له طلباته شويه ميه على شويه ملح ويديله كمان شويه ضوء. كده ناقصه ايه؟ ناقصه ثاني اكسيد الكربون. هندخله ثاني اكسيد الكربون. بس المعلم ده ذكي زي المعلمين دول. المعلمين دول حطوا حاجات مشعه، الاستاذ برضو حط حاجه مشعه عشان يعرف يدور عليه، بس المره دي هنخلي الكربون مشع مش الاكسجين هو اللي مشع. طيب دلوقتي احنا دخلنا ثاني اكسيد الكربون المشع للطحلب الكلوريلا ودخلنا الضوء. دلوقتي البرنس ده هيعمل الكلام ده، فالمفروض ان هو يكون الجلوكوز. تمام، هيكون فعلا الجلوكوز اللي هو C6H12O6. هسألك سؤال، ايه رأيك لو انت لقيت ان الجلوكوز ده السي دي 14؟ يبقى المفروض ان ثاني اكسيد الكربون داخل ولا لا؟ يبقى الحته بتاع ان ثاني اكسيد الكربون والتفاعلات اللا ضوئيه مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ مظبوطه يا دكتور. تمام، تعالى هنا بقى. الراجل ده لما عمل الخطوات دهيت لازم يقتل الطحلب عشان يخش جواه ويفحصه. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا محتاج ماده تقتل الطحلب عشان افحصه كيميائيا واعرف مين اللي كون جواه. فالدكتور ده استخدم حاجه اسمها كحول وساخن عشان يقتل الطحلب. بعد ما قتله جاي يفحص ليه ان المركب اللي اسمه جلوكوز مش موجود، ليه مركب تاني اسمه فوسفوجليسرا الدهايد او اسمه بيجال. بيجال ده لما فحصوا لقيه فيه 3 ذرات كربون كل واحد فيهم 14، وفي طبعا هيدروجين وفي اكسجين. رايح جايب تاني بيجال لقيه برضه بيتكون من 3 كربون. قال لا، معنى كده ان انا لو مسكت بيجال وبيجال وربطتهم مع بعض هيدونا مين؟ جلوكوز. يعني انت لو صبرت شويه على البيجال هيدينا جلوكوز. يعني من الاخر ميلفين كلفن ليه الجلوكوز ولا البيجال؟ ليه البيجال. بس لو استنى شويه لان هو ادى الضوء ده لمده ثانيتين، لو استنى شويه كان ادانا جلوكوز. هو ده بس لمده ثانيتين وبعد كده قتل، فما لقيش الجلوكوز، لقي البيجال. ولو كان استنى كان لقي الجلوكوز. البيجال ده كام ذره كربون؟ 3. البيجال ده كام ذره كربون؟ 3. طب انا لو هربط ده مع ده هيدينا مين؟ الجلوكوز. طيب ده 14 ده 14، اذا الجلوكوز اللي هيتكون من اتحادهم برضه 14. يعني برضه نفس الكلام، نفس الكلام اللي هنا. يبقى اثبتنا كلام بلاك مان. يبقى الراجل ده ضاف لي او قال لي المعادله، الراجل ده فصصها لي حته حته. الجماعه دول شكوا في ده وطلع كلامه مظبوط، الراجل ده شك في ده وطلع كلامه مظبوط. انا بقى هستفاد ايه من ده كله؟ هتستفاد ان انت عندك معادله ومتفصصه وموزونه ومعروفه تمت فين بالظبط ومتاكد من كل كلمه فيها. مين اللي قال لنا عليها؟ فان نيل. مشكور فان نيل. حصل الكلام ده فين؟ حصل في الورقه
وجوه الورقه حته اسمها بلاستيده. ركز يا دكتور، ركز يا دكتوره، ركزوا يا شطاطير، علشان لما يجي يسالني سؤال اعرف الدنيا ماشيه ازاي. بسالك سؤال صغير عشان نتمم الحته دي ونقفل الفيديو ده. قول لي وظيفه الاي تي بي. وظيفه الاي تي بي هنعمل بيها الروابط ما بين ثاني اكسيد الكربون والهيدروجين. طب مش ده غاز وده غاز؟ محتاجين نثبتهم، هنثبتهم بالاي تي بي، بس لا محتاجين كمان المأذون. فبنقول على المأذون اللي هو النات بي والاي تي بي مركبي الطاقة التثبيتية، يعني بنثبت غاز ثاني اكسيد الكربون والهيدروجين بواسطة الاثنين دول. لو مش موجود واحد فيهم يبقى الجلوكوز مش هيتكون، التفاعلات اللاضوئية هتقف. نقف لغايه كده، هنكمل مع بعض المراجعه في سلسله جايه. بس قبل ما تخش على الفيديوهات اللي جايه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وشير، وتخلي بالك من الكومنتس تحت، وكمان هحط لك لينكات فيديوهات تانية وبي دي اف علشان تحل اسئله عليهم في الديسكريبشن تحت. اشوفك في الفيديو اللي جاي. السلام عليكم.